السلام البنات، كي دايرين؟ لاباس عليكم؟ كنتمنى تكونوا بخير وعلى خير. اليوم ان شاء الله غادي نشارك معكم واحد الكيكه اللي اش غنقول لكم. كلمه واعره قليله في حقها، لان فعلا كتجي واعره وكتجي رائعه وبدون بيض البنات. يعني الناس اللي عندهم الحساسيه ما كيبغيوش البيض حتى هما من حقهم ياكلوا الكيك. ولهذا غنقترح عليكم هاد الكيكه اللي المكونات ديالها بسيطه وسهله، وبلا الناس اللي عندهم الحساسيه ديال البيض. يعني هكا بعض مرات كنبغيو نصاوبوا شي كيكه وكيكون سالنا البيض. يعني هكا كفكره واقتراح اللي غنقترح عليكم اليوم. كنتمنى فعلا انكم تجربوها لانها فعلا كتستحق التجربه. واول حاجه ضروري ندهنوا المول ديالنا بالزبده باش نتفاداو ما يلصقش لنا فيه الكيك، ورشوه بالدقيق مزيان كيف ما كتشوفوا معايا. ضروري اننا نوجدوا المول هو الاول باش كيجينا ساهل نخلطو كل المول عندنا موجود. صافي، هنا كيف ما كتشوفوا معايا هادو هما المقادير اللي ساهلين وبساط. عندي كاس ديال السكر، كاس ديال الماء اللي غليان، الماء ضروري انه يكون غليان طايب، وعندي كاس ديال العصير ديال الليمون، وكاس الا ربع ديال الزيت، وعندي 3 الكيسان ديال الدقيق، نفس الكاس باش خديت العبارات وهو باش عبرت الدقيق. جوج ساشيات ديال الفاني، وواحد الخماره ديال 15 غرام، يعني ديروا جوج خمارات، وعندي واحد المعلقه ديال الخل اللي ضروري منها. صافي، هادو هما المكونات بساطين وساهلين، يعني ماشي شي حاجه. اللي ما بغاش يدير الليمون يقدر يدير كاس ديال الحليب، ولكن بالليمون كتجي حسن. هو كبديل الحليب نقدروا نديروه. صافي، انا غادي نخلط كل شيء في الخلاط الكهربائي. ماشي ضروري تقدروا تخلطوا غير في الزلافه هكا بالطراب اليدوي. انا بغيت نستعمل الطراب الكهربائي وصافي. درت اول حاجه، درت السكر وداك الساشي ديال الفاني والزيت وواحد القريصه ديال الملحه اللي ضروري منها ما نساوهاش كيف ما كتشوفوا معايا. وغادي نطحن مزيان حتى كيذوب ليا داك السكر. الا خلطتو غير بيديكم ضروري تبقاو تطربوا حتى تذوبوا داك السكر، عاد تكملوا بقيه المراحل. صافي، هنا كيف ما كتشوفوا معايا راه السكر تطحن مزيان. غادي نزيد عليه داك الكاس ديال الماء اللي طايب. كيف ما كتشوفوا معايا الكاس راه طالع منه الفار، يعني الماء طايب، ضروري نديروا الماء طايب. وغنزيد داك الكاس ديال العصير تاع الليمون. صافي، وغنعاود تاني نشعل عليهم الخلاط نخلطهم باش يندمجوا مع بعضياتهم. صافي، هنا من بعد ما خلطتهم كيف ما كتشوفوا معايا راه تخلطوا مزيان كلشي انسجم. الدور ديال داك الليمون انه الليمون فيه اللون كيدير لنا داك اللون اللي ما يعني كنعوضوه بالبيض. اما بالحليب حتى بالحليب غتجي زوينه ولكن كتجي بيضه. اما بالليمون كيجي داك اللوين ما كيبانش بلا راه ما فيهاش البيض. صافي، هنا غنبدا نضيف الدقيق. هزت معايا 3 الكيسان نيشان، المقادير اللي عطيتكم مضبوطين نيشان يعني. وانتم كيبقى على حساب الدقيق ديالكم لا يكون كيشرب، يعني الدقيق ضيفوا شويه بشويه. انا هزت معايا 3 الكيسان بثلاثه بهم ما زدت عليهم ما نقصت منهم. صافي، غربل دوك الساشيه ديال الخميره ضروري حتى تكون محبه. صافي، غادي نخلط مزيان. وغنزيد ديك المعلقه ديال الخل. صافي، كندخلها حتى هي بشويه حتى كتندمج مع العناصر كاملين اللي عندي. كيف ما كتشوفوا القوام ديال الخليط انا عندي صافي هو هذاك 3 الكيسان نيشان كيف ما قلت لكم ديال الدقيق اللي عبرت هما اللي دخلت في الخليط. صافي، هذا هو القوام ديالو. كيف ما كتشوفوا راه كتكتبوا اي رقم ما كيتمحاش لكم يعني دغيا. صافي، راه الدقيق كافي. صافي، هنا جبت المول من بعد ما المول اللي دهنا في الاول كيف ما شفتوا معايا. غادي نحاول نصب فيه الخليط. دائما فاش كنبغيو نصبوا الخليط في المول دائما كنهزوا يدينا شويه للفوق.
باش كتجي ديك الكيكه مهويه ومفشفشه من الداخل. ضروري اننا نهزو يدينا فاش نكونوا نصبوا في الخليط. صافي، ومن بعد غادي ندخلها يعني الفران ديال الغاز دائما على عافيه كتكون مهيله، وكنحسبوا ليها يعني راه من بين 35 دقيقه حتى 40 دقيقه. صافي راه غير كتشمي الريحه ديال الكيك كتعرفيها طابت. غندخلها الفران ديال الكهرباء على 180 درجه، يعني راه خدات معايا 30 دقيقه كانت موجوده. الطياب ديالها عادي بحال نفس الكيك كيف ما كنطيبوا الكيك، وكل وحده كتعرف الطياب ديال الكيك ديال الفران ديالها. وهنا من بعد ما خرجت الكيكه كيف ما تشوفوا معايا، هنا قلبتها فوق الشبكه، راه باقا سخونه بحرا، خرجتها غير دابا. غادي نحاول نقلبها في واحد الطبسيل، راه كتجي رطبه 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 بزاف، كتجي مفشفشه. حاولوا تقطعوها غير بشويه، ومن الاحسن ماشي غير تخرجوها من الفران وتقطعوها. انا دابا حيت بغيت نوري لكم، عرفتي راه كتكون فيها واحد الخفه خفيفه بزاف البنات، كتجي كتفرتت كيف ما كتشوفوا معايا. قلت لكم البرتقال الليمون يعني راه كيعوض داك اللوين ديال البيض اللي ما كنكونوش دايرين. كيف ما كتشوفوا معايا راه كتجي مفرته، كتفرتت وكتجي مجعبه من الداخل، ما كتجي لا مدقسه لا حتى حاجه، كتجي منفوخه طالعه ورطبه كتفرتت. كيف ما كتشوفوا معايا راه كلشي واضح لكم، كتجي هشيشه. وكنتمنى كيف ما ديما الى عجبكم الاقتراح ديال اليوم ما تنساوناش من لي لايك والبارطاج. اكيد الى عجبتكم الوصفه طبعا، وانا متاكده انها غادي تعجبكم وغادي تجربوها، لان فعلا كتستحق تجربه. والى اللقاء.